وأنتم أيها المباركون الفضلاء المجاهدون النبلاء اصطفاكم الله واختاركم. أنتم الآن في المواقع الأمامية، وهذا شرف عظيم وموئل كريم وجهاد كبير يكتب لكم الأجر، فأنتم في الذروة العليا من رجال الأمة اليوم. الله عز وجل أثنى على المجاهدين، ربنا عز وجل قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجمع لكم النصر والأجر. نحن نحبكم، نفتخر بكم، نعتز. النساء في البيوت والرجال الركع والصبيان كلهم يدعون لكم، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل درأ بكم ودفع بكم الشر وزاد الله جل وعلا بكم عن الحمى. أنتم أهلنا وفخرنا ورجالنا وأسودنا الذين بهم نفخر وبهم نعتز، وإليهم بعد الله عز وجل نلجأ وإياهم نحب. لا حرمنا الله شجاعتكم ولا فضلكم، وأسأل الله أن يمدكم بنصره وأن يعينكم بتوفيقه، وكلنا بقلوبنا معكم. وعما قليل ستنجلي الغمة ويرد الله بكم الباطل ويكشف الله عز وجل بكم الكرب وتعودون كما أنتم أعزة، وما نزلت العزة عنكم ذات يوم. أبناؤكم آباؤكم أمهاتكم إذا سئلوا عنكم قالوا بكل فخر إن آباءنا وإخواننا في الجبهة في مقدمة الركب في الصفوف الأمامية يقاتلون العدو ويدحرونه. هذا والله الشرف، هذا والله الفخر. فإن يجب أن تعلم أن الملك يكتب هذه المرابطة، هذا القتال، هذا الجهاد، ويرفع إلى العلي الأعلى. والله عز وجل ناصركم لا محالة. وفقكم الله بتوفيقه وزادكم من نصره وأعانكم. ووددت والله لو كنت معكم، فمثلكم من يشرف المرء برؤيته وبلقائه والجلوس معه ومشاركته هذا الفخر العظيم والعطاء الجزيل. زادكم الله توفيقا وسدادا، وجمعنا وإياكم على خير وعفو وعافية.